بالنسبه للناس اللي تيتهرس لهم الصبار وتيبقى يقول لك ان هذا النوع الهجين ما تيصبرش، ان هذا فيه شي مشكل، ان ماشي بحال البلدي. شنو المشكل دابا؟ شوف معايا دابا هادي راه تزرعت في العيد الكبير هذا اللي فات 2026، ولدت هاد جوج ودنين. هاد جوج ودنين راه باقيين صغار، راه باقي ما كملوش في النمو ديالهم. وهاد البنت شنو دارت؟ ولدت. ولدها راه حيدتو ليها. علاش؟ لان هادي باقا طريه وشبعانه ما. هاد المفصل من هنا باقي ما تخشبش، باقي طري. هاد الودن الا كبرت، شوف الزاويه، وتقلت هنا بزاف، غتميل هادي لتحت. وإلا زادت عاود ولدت هادي ثاني من التحت، اولا ديك البنت عاود عمرت، هادي غتهرس غطيح. دونك شنو الحل باش ما يتهرش لينا الصبار؟ انه البنت ملي تولد وهي تكون باقا طريه هكا، ما خصناش نخليو ليها، خصنا نحيدوهم. علاش؟ باش يقصح. شنو اللي كيخلي الصبار هكا يمشي للنمو الخضري ويبقى يولد بزاف؟ فاش كتسقيه، فاش كتعطيه الماء كيشرب هو الماء. اولا كيتقل، هذه راه طريه دابا. ثاني حاجه كيبدا كيتجه للولاده. دونك هذا الا ولد، المشكله ديالو كيكون باقي ما تخشبش من هنا وتيتقال وتيطيح. هذا هو المشكل ديالو. هو ان الناس متعودين على الصبار ما تيسقيوش بزاف. فاش ما تيسقيوش بزاف ما تيولدش. الا ما ولدش راه هذا غادي يبقى تا يتخشب وتيجي الماء على خاطر عاد تولد. حيت هاد الصبار ما كيمشيش يولد الا الا كان الماء موجود. دونك فاش تا كتكثر ليه الماء، هو كيشرب ما كيولي اول حاجه متقل، كيولي متقل. وثاني حاجه كيتجه للولاده، كتولي البنت كتولد وهي باقا طريه، الشيء اللي كيزيد الحمل والثقل على المفاصل وكيتهرس. دونك شنو هو الحل باش المشكل ديال الصبار ديالنا ما يتهرش لينا؟ اولا خاصنا نسقيو باعتدال، ما خاصناش نقول الصبار الماء بزاف، يعني نبقاو نسقيوه بزاف المرات في الاسبوع حتى يبان لينا الدرك بدا كيجف من الماء ونشف. الارض كتبان لينا نشفات. انا دابا راه يلاه زرعتهم، دابا يلاه نقلتهم وسقيتهم، راه باقيين كيتسقاو. عاد ديك الساعه نسقيو. ولا بانت لينا البنت اللي هي باقا طريه وباقي المفاصل رهاف ما تخشبوش مزيان، خرجت شي درك، نحيدو. الا كان كرموس ماشي مشكل نخليه، لان الكرموس ما يثقلش بزاف كيكون باقي صغير. الا بانت لي خرجت الودنين الاخرين نحيدهم ليها باش هادي تتقصاح وتولي صلبه وقادره تهز الحمل فوق منها. عاد ديك الساعه نخلي لها الاولاد ديالها. دوك هادو من بين الحيل ديال الناس اللي كسبوا الصبار وعرفوا يتعاملوا معاه وعرفوا الاسباب اللي كتخليه يتهرس. هادشي اللي كاين. بالنسبه للناس اللي كيقول لك البلدي ما كيوقعش فيه هذا المشكل، فعلا البلدي ما تيوقعش فيه هذا المشكل، لان البلدي النمو ديالو ثقيل ماشي بحال هاد الهجين، كيولد بشويه عليه. يعني الدركه هادي تقدر في عام ونص تولي كدير لك الدوبل ديال ديك البلديه، داك المشوك. هذا هو الفرق. البلدي النمو ديالو ماشي سريع بحال هاد الهجين. وهذا الشيء علاش انك الهجين خاصك تكون عارف كيفاش تتعامل معاه باش ما تضربش تماره مع دركه تولي فيها متر ونص وفي الاخر تقسم لك من هنا ولا تهرس لك من هنا وضيع لك المجهود ديالك على والو.